شئنا أم أبينا الاضطراب ده موجود، مش متقبلين المصطلح، مش متقبلين ان في حاجة اسمها كده وهو بس طفل شقي. اكنك بتوصفي ابني. انا بسمع الناس بتتكلم عن التشتت وان هو الطفل بيتحرك كتير، بس انا ابني مش بيتحرك. وظيفة الانتباه عنده هنا هي اللي فيها اضطراب، مش الطفل مضطرب. فرط الحركة وتشتت الانتباه موضوع مش عارفة أبدأ فيه منين ولا منين. عايزة أتكلم بأريحية وبعفوية، وفي نفس الوقت الموضوع حساس، عايزة أنتقي مصطلحاتي وكلامي، بس في الآخر يعني أنا هدفي الوعي والطمأنة للأهل. هبدأ بأن الناس يعني كلها لسه لحد دلوقتي بتتساءل يعني إيه ADHD أو يعني إيه الاضطراب ده. وفي ناس قسمين هما، قسم تاني بيقول مفيش حاجة اسمها كده، لسه يعني مش متقبلين المصطلح، مش متقبلين ان في حاجة اسمها كده وهو بس طفل شقي. اول حاجة اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه او ADHD، اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه او تشتت الانتباه. اللي بيقولوا الاضطراب ده مش موجود او ده تهويل من الاطباء. طب هو الطبيب ايه مصلحته ان الطفل جايله يشخصه بالاضطراب ده، وطفل تاني ممكن يجيله لا بيقوله لا ما عندكش الاضطراب ده؟ ليه هيعمل كده؟ كمان تاني حاجة المدارس اللي بتجيب اهل الطفل يا تتصرفوا مع الطفل او تشوفوا حل، يا اما تسحبوا ورقه. والمدارس اللي عملوا مع اولاد كده، والأطفال دول اللي أنا اشتغلت معاهم، المدارس دي من المدارس اللي رسومها عالية جدا. فأنا كصاحب مدرسة ليه أرجع الرسوم دي للطفل أو أقول للطفل امشي وهو هيدفع لي مبلغ زي ده، إلا لو كان فيه مشكلة فعلا. النادي والتمارين اللي بيقولوا الطفل ما يجيش عندنا تاني، أسفة احنا أسفين هنلغي الاشتراك. المسجد بيروحوا يحفظوا قرآن، المسجد كله ما بيعرفش إلا حد يصلي ولا حد يقرأ قرآن من الطفل. كل الناس دي بيتهيأ لها كل ده شقاوة. طب ما هي يعني الشقاوة يعني كل الأطفال يعني عندهم حركة وأشقية زي ما بيقولوا. فلا، هو شئنا أم أبينا الاضطراب ده موجود. وبدل ما نقول وننكر ان دي حاجة فيها تهويل او ننكرها اصلا او ننكر وجودها، احنا نقول الحمد لله ان في تشخيص، وان في بعد التشخيص برامج علاجية وتدخل مع الاطفال دول، وان بقى في وعي وازاي احنا هنعرف نتعامل معاهم، وازاي نقلل من الضغوطات اللي على الطفل ده. دي اول نقطة في الاضطراب ده. تاني نقطة، احنا مش عايزين نحط كل طفل عنده الاضطراب في سلة واحدة. ازاي؟ يعني في طفل قدراته العقلية طبيعي او اعلى كمان من الطبيعي وعنده الاضطراب ده اول فئة مثلا. تاني فئة طفل عنده اضطراب فرط الحركة ولكن قدراته العقلية أقل من الطبيعي، ده تأخر عقلي، فده هيكون في مدارس سبيشال مثلا. ده فئة تانية. طفل عنده اضطراب فرط الحركة معاه أحد الاضطرابات الأخرى مثلا توحد. طفل عنده اضطراب فرط الحركة مع تأخر عقلي مع اضطراب تاني مثلا زي التوحد. فكل طفل فيهم هيكون ليه طريقة في التدخل، وكل طفل فيهم هنتعامل معاه بشكل مختلف عن التاني. فأنا ما ينفعش لما ابني يجي يتشخص بالاضطراب ده أروح شايفة أفكر في فلان اللي عنده الاضطراب ده بس هو عنده ممكن يكون عنده مشاكل تانية. فما ينفعش بقى تقارني. المقارنة أحيانا هتكون محبطة، واحيانا برضو هتكون غير عادلة لما يكون ابنك عنده اكتر من اضطراب او اكتر من مشكلة وتقولي لا ما انا فلان اللي اعرفه كان عنده اضطراب فرط الحركة والولد دخل مدرسة عادي واندمج ومفيش مشكلة. لا، انت هنا برضو ايه عليتي سقف توقعاتك. فنعرف احنا فين بالظبط علشان نختار الطريق الصح من البداية، واللي هيساعدنا وهيقلل علينا الضغط كتير، هيقلل الضغط على الطفل وهيقلل الضغط على الاهل. كل ما كان في نظام وكل ما كان في روتين سواء في البيت أو سواء مع الجلسات
أو سواء مع المدرسة أو سواء مع التمرين اللي احنا هنعرف احنا هنعمل ايه بالظبط. واللي هيساعدنا في ده استشارة مع أخصائي، وخاصة الأهل اللي لسه يعني لسه متشخصين جديد بيبقوا تايهين. أنا لسه في أم بتسألني الولد اتشخص بالتوحد، يعني هو مفيش دواء ياخده؟ هي متخيلة كده، أنا مش بلوم عليها نهائي، ده وضع أي حد طفله أو ابنه لسه متشخص. طبيعي ان انت تسأل حد يحطك على اول الطريق. فدي نقطة مهمة، ان احنا ما ينفعش اي طفل اتشخص بالاضطراب ده هيبقى نفس غيره. ده حتى الطفل اللي هو عنده الاضطراب ده فقط، في منه حسب بقى الاعراض عنده بتختلف اعراضه من طفل للتاني. تاني نقطة ان الاضطراب ده ليه اشكال كمان مختلفة، يعني شكل منه اسمه ADD، يعني الطفل هنا عنده تشتت انتباه فقط، حركته تبان ان هي عادية، لكن الطفل هنا هو برضو مش بيعرف يسيطر على نفسه في طريقة الكلام. انت برضو بتكلمه بيقطعك في الكلام، هو بيتكلم في موضوع يخرج منه يتكلم في موضوع تاني، برضو مشتت. وام من الامهات قالت لي انا يعني انت لما سمعتك بتتكلمي عن الاي دي دي انا اكنك بتوصفي ابني. يعني بسمع الناس بتتكلم عن التشتت وان هو الطفل بيتحرك كتير، بس انا ابني مش بيتحرك. قلت لها لا، مش كل الاطفال اللي عندهم تشتت حركتهم زايده، ده شكل من اشكال الاضطراب. النقطه اللي بعد كده اللي احنا المفروض نتكلم فيها عن الاضطراب ده، الناس ما بتحبش كلمة اضطراب، لان بتقول انا ابني مش مضطرب. لا، هو الكلمة دي مش بتوصف الطفل ان هو مضطرب، لا، هو الطفل هنا معنى كلمة اضطراب ايه؟ ان هو عنده صعوبة في وظيفة من الوظائف، مثلا عنده صعوبة في ان هو يتحكم في حركته بشكل يخليه يأثر عليه ويخليه ما يتكيفش، فأصبح هنا الوظيفة دي مضطربة. اللي عنده صعوبة مثلا في ان هو اندفاعي، ما بيقدرش يتحكم في كلامه، عنده صعوبة في ان هو ينتبه لمدة معينة بشكل برضو يأثر عليه. فهنا وظيفة الانتباه عنده هنا هي اللي فيها اضطراب، مش الطفل مضطرب. يعني هما بياخدوها يعني مسبة للطفل، لا، ده معنى كلمة اضطراب. انا حاولت بقدر الامكان يعني اتكلم عن اشهر التساؤلات عن اضطراب فرط الحركة، ويا رب اكون افدتكم. ونحاول نعمل يعني جزء تاني عن نصايح للاهل عن الاضطراب.